طبعا في ناس منهجهم منهج غنمائي. عارف غنمائي يعني شنو؟ الغنماء بتتحكى بالحيطه، ما بيجوا نص الشارع، دار يلبدوا بس. منهج غنمائي انا سميته كنسبه دارجيه. شفت كيف؟ معزي والله بتاع الحيط بس. واحد يا اخي الحيط دي ما حقت الرجال يا اخي، عليكن بحافات شنو؟ ليس لكن وسط. يا اخي الراجل ده زي الزيتوايه يا اخي، تلقاه زي التاتشر ماشي في النص كده، اسد كده. العدو لما يشوفه الراجل، العدو لما يشوفه لما يلاوز يا اخي. يا الرسول عليه الصلاه والسلام في البخاري قال له هي يا ابن الخطاب ما سلكت فجا الا وسلك الشيطان فجا غيره. خليك زول راجل يا اخي، زول صنديد يا اخي، مش كده زي الاسد. انت في الواطه دي لما قاعد دي الدكه دي في الواطه كده، لما العدو ذاته يخاف تقول ده مالي ومال الناس. لا نحن مع الناس وجوا الناس وننصح الناس، وصورة كاملة اسمها سورة الناس ذات. آخر سورة في القرآن في الترتيب اسمها سورة شنو؟ الله قال لك في ناس قول أعوذ بالله منهم ذات. دار تغالط القرآن قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة وشنو؟ فالناس في ناس الله قال لك قول أعوذ بالله منهم، تقول لي خلي الناس في حالهم. وفي خروف مشرك لاقاك فار صوفي، لاقتك كديسة كنداكا انت مستقبل. ما ده كله في البشر، ما لازم نعالج مشاكل البشر، ولازم القرآن ده يعالج مشاكل البشر، ونكون واضحين مع البشر وخايفين من البشر. لشنو نحن مع بشر لاقى بشر بيحصل بشر في البشر جوا